حبايبنا طلاب علم علوم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده خليك تتصدم صدمه كبيره جدا جدا في الكليات اللي هنتكلم عنها النهارده في الحلقه. هقول لك عن افضل 5 كليات بتعادل الكليات اللي انت يعني هتشتغل على طول، اضمن لك. وانت طالب برضك هتشتغل زي ما اتكلمت الادبي، هتكلم لعلم علوم. الطلبه اللي تقدر تدرس وهي بتشتغل، افضل 5 كليات من حيث سوق العمل، مجرد ما تخلص شغل بتشتغل على طول دايركت على طول. وهقول لك كمان برضك ازاي بتشتغل، وهقول لك عن كل التفاصيل اللي تخليك تخرج من الفيديو ده وانت طالب علم علوم تختار الكليه اللي هتبقى ان شاء الله باذن الله مصدر رزق ودخل ليك وانت كمان وانت طالب كمان. وهقول لك انت مش هتعاني بعد ما تخلص كليه، لان انت هتلاقي سوق العمل منتظرك ان شاء الله باذن الله باذن الله بسهوله جدا جدا، ومش هتعب خالص 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 يعني. يلا مع بعض نبدا الحلقه. طيب مبدئيا كده يا جماعه عايزين نتكلم عن طب بشري. لو انت طالب من الناس اللي جايبه درجات كبيره، طب بشري ده لا يعني لي بشيء، نركنه على جنب كده. لو انت طالب حتى يعني في طلبه يعني مثلا في ناس كتيره جدا جايبه طب بشري ومش هتخش الكليه دي. الكليه دي حاليا بدات تنخفض مش في سوق العمل، مش هنتكلم عنها دلوقتي عشان انا هسيب لها حلقه ان شاء الله نتكلم عنها، تبقى صدمه لناس كتيره جدا جدا يعني. ولكن انت لو انت من الطلبه اللي جبت مجموع كبير، هقدر اقول لك وارشح لك بنسبه كبيره جدا جدا علاج طبيعي. علاج طبيعي من اول الكليات الطبيه اللي انا اقدر ارشحها لاي طالب حاليا داخل او جايب مجموع كبير. علاج طبيعي يا جماعه من افضل الكليات اللي بتنافس حاليا في سوق العمل لمجالها الكبير جدا جدا جدا، واللي بدا يكون مجال متشعب كبير جدا جدا. انت مجرد ما تبقى طالب في سنتين كده تاخد علم الحجامه وتاخد علم الريكفري وتاخد علم الابر الصينيه، تقدر تخش بيوت وتقدر تعمل حجام الناس وتقدر تاخد منها فلوس كويسه جدا جدا. بعد كده تقدر تعمل ماجستير وتخش بمجال التغذيه، تبقى ممكن دكتور علاج طبيعي، ممكن تبقى كمان لايف كوتشنج كمان، بتقدر ان انت تجيب منها برضك فلوس كويسه جدا جدا. ده غير المجال الاساسي بتاعه وهو مجال الريكفري او اعاده التاهيل، او كمان مجال العظام. ده مجال كبير جدا جدا ومتشعب كبير جدا جدا، وفرص عمله كويسه ما شاء الله كتيره جدا 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 جدا. فالناس اللي عايزه تخش علاج طبيعي ما تترددش ثانيه واحده بس وتتكل على الله وتخش الكليه دي. من افضل الكليات الطبيه حاليا في سوق العمل اللي هي 5 سنين. وغير كده كمان يعني سوق العمل متطلب ليها كبير جدا. وغير كده كمان انت ممكن تشتغل وانت طالب وتمارس الدكتوراه حقيقي، تبقى دكتور وانت بتشتغل، يعني تبقى عامل حجامه للناس وابر صينيه وريكفري. بتقدر ان انت تعمل حاجات كتيره جدا جدا. ده بيتميز الطالب فيه الذكي اللي يقدر يعني يتفوق وهو طالب، يعني ده حاجه كويسه جدا جدا وناس كتيره بتعملها. فبالنسبه لي علاج طبيعي هو يعتبر من كليات القمه حاليا في المجال الطبي. طبعا لا غنى عن الطب بشري واسنان، ولكن في سوق العمل حاليا علاج طبيعي يفوز. رقم 2 معانا يا جماعه، وانا ممكن اقول لك عنها تستغرب، ولكن لازم اقول لك الحقيقه برضو المره. صيدله. لو انت جايب مجموع صيدله، طبعا مجموع صيدله ده انا هعمل له ثلاث حلقات لوحده. الفرق بين صيدله وحاسبات، هل تخش صيدله ولا لا، وكمان الفرق بين صيدله وتمريض. عامل 3 حلقات كويسه جدا جدا هينزلوا ان شاء الله الفتره الجايه. نخلينا بس في المهم. صيدله ما تخشش صيدله. لو انت جبت مجموع صيدله ما تخشش صيدله، معلش انا اسف جدا جدا. خش صيدله كلينيكال. صيدله كلينيكال من افضل المجالات حاليا في مجال الصيدله. ان انت بتبقى شغال في مستشفى، بتعمل تشخيص للمريض، بتكتب له العلاج، بتعمل له حاجات كتيره جدا جدا، ولا غنى عنك في اي مستشفى حكوميه او كمان مستشفى خاصه. وممكن تفتح عادي صيدليه، ولكن انت بتبقى متعمق اكتر في مجال المستشفيات ومجال المرضى. بتبدا تشخص لهم العلاج بتاعهم ايه وياخدوا ايه، وبتبقى في العمليات وكل الكلام ده. فصيدله كلينيكال يا جماعه صيدله يعني بجد بجد تخصص جبار جبار في سوق العمل. لو انت جايب مجموع صيدله، ارشح لك وابصم لك بالعشره عن الكليه دي. هو طبعا صيدله كلينيكال من افضل التخصصات، او من افضل يعني من لسه جديد التخصص ده، ولكن ما شاء الله عليه كويس جدا جدا في سوق العمل. فبالنسبه لي صيدله كلينيكال تفوز بشكل كبير جدا عن صيدله العاديه. وطبعا لا غنى عن الصيدله العاديه طبعا، ولكن صيدله كلينيكال تفوز طبعا بشكل كبير جدا جدا. تالت كليه معانا وهي كليه تمريض. تمريض يا جماعه ما تستقلش بالكليه دي، ما تستقلش بالكليه دي. ابحث وشوف عن مرتبات الممرض او الممرضه بره مصر وسوري. ابحث عنها كمان جوه مصر في المستشفيات الخاصه.
بس كده. ما اقدرش اكتر لك كلام في كليه تمريض، لان معظم الناس بتستقل قوي بالكليه دي يا جماعه، وهي من افضل الكليات في مجال سوق العمل. في مجال سوق العمل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جباره. الممرض الشاطر بيثبت نفسه، مش ما تاخدش اي فئات من المجتمع بشكل وحش، لا ابحث وشوف سوق العمل، ابحث وشوف مرتباتهم، ابحث وشوف الفيز بتاعتهم اللي بتكون ببلاش في الكويت. بس كده. في الكويت ابحث وشوف الفيز بتبقى ببلاش ببلاش، مقدمه لك ببلاش، ومرتباتها كويسه جدا جدا، تكاد تكون 300 دينار في الشهر. مش هتكلم اكتر من كده. ولكن كليه تمريض تحطها في عين الاعتبار لو انت جايب مجموعه محتار بين حاسبات ومعلومات وتمريض. انا ممكن ارشح لك تمريض، ارشح لك تمريض، وهتكلم عن حاسبات ومعلومات برضك وتمريض وصيدله الثلاثه مع بعض في كليه، في حلقه قصدي، باذن الله تنزل قريب. ولكن تمريض يا جماعه من الكليات اللي نقدر نقول لك بقى ايه، نقفل بيها المجال الطبي حاليا، يعني بجد من افضل الكليات اللي بتنافس في سوق العمل في علم علوم بالتحديد. علم علوم، لان في ناس بتخشها من حاجات تانية على فكره. علم علوم يا جماعه، كليه تمريض جامعه القاهره يا سلام يا سلام، كليه تمريض جامعه المنصوره يا سلام يا سلام، عين شمس، الحلاوه دي. هتقدر تشتغل وانت طالب كمان باذن الله. رابع كليه معانا وهي كليه حاسبات ومعلومات. وكليه حاسبات ومعلومات الناس فاكراها غلط. كل اللي انت عندك المعلومات في حاسبات ومعلومات هي معلومات غلط، كلها على بعضها كده معلومات غلط، وانا ابصم لك ان هي معلومات غلط. انا مش هزود في حاسبات ومعلومات لان انا عامل لها حلقه لوحدها. هقول لك ازاي تشتغل وانت طالب من اول تاني سنه، هقول لك مجالها عامل ازاي، المجال الطبيعي الحقيقي. مش هتكلم عن الارتفيكال انتليجنس خالص، هتكلم عن المجال الحقيقي الفعلي. هل انت عارف انت بتشتغل ايه بعد ما تخلص حاسوب معلومات؟ هتقول لي بروجرامر. لا، مفيش الكلام ده. هقول لك التفاصيل الحقيقيه اللي هي على ارض الواقع باذن الله لحاسبات ومعلومات باذن الله في حلقه تانية. وهتكلم عنها كمان بشكل كده مفصل مش قوي على الانستجرام، بعمل لايف ان شاء الله تابعنا على الانستجرام، هتكلم عنها باذن الله كمان على الانستجرام. حاسبات ومعلومات كليه تحطها في عين الاعتبار، وهقول لك ازاي يعني تبقى مميز فيها وتشتغل وانت طالب، وهقول لك تشتغل ازاي وتشتغل ايه، وهقول لك كل التفاصيل الملمه بالكليه دي. لان الكليه دي مش هقول لك كده معلومه على الماشي كده، لا انا هقول لك فيديو مختصر ومفيد باذن الله لا يملك الحياه الطبيعيه لكليه حاسبات ومعلومات، مش اللي انت بتسمعها خالص. لان كل اللي بتسمعه ده يختلف تماما 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 على اللي انت تسمعه مني باذن الله. فباذن الله نسيبها يعني لوقتها باذن الله. ولكن حاسبات ومعلومات كليه قمه طبعا بالنسبه لعلم علوم وبالنسبه لمجموعك وبالنسبه لسوق العمل باذن الله. نقفل بقى علم علوم باخر كليه معانا، وهي كليه من الكليات اللي ما اقدرش اقول لك اسمها غير لما اقول لك جنبها التخصص. كليه علوم قسم بيولوجي. كليه علوم قسم بيولوجي. القسم ده من افضل الاقسام حاليا ان انت ممكن تتعمق فيه، انك تقدر تبقى دكتور تحاليل، دكتور تقدر تعمل الخلايا او الحاجات النفاذيه، او تعمل دكتور او تحاليل الاورام الخبيثه، عافانا الله واياكم. التخصص ده كليه جميله جدا جدا طبعا كليه علوم، ولكن من افضل التخصصات فيها هو القسم ده. وكمان قسم بترول من افضل التخصصات، ولكن البترول ده ما رشحهاش للبنات، ارشحها للولاد. ولكن قسم الباثولوجي ده ارشحه للبنات طبعا. نقفل بقى كلياتنا على كده. طبعا ده للناس اللي يعني جايبه مجاميع شويه كويسه. هتكلم طبعا عن الكليات التانية اللي مجاميعها اقل شويه، وهقول لك برضك من افضل الكليات فيها، وهقول لك ازاي برضك تشتغل فيها. مش هسيبك باذن الله، لازم ارشح لك الكليه المناسبه لمجموعك، اللي انت فعلا فعلا ما تخشش اي كليه والسلام. لا، انا هخليك تخش كليه تقدر تشتغل على طول ومنافسه جدا في سوق العمل. كل الكليات يا جماعه خير وبركه، ولكن حاليا في المجتمع ده في كليات ماتت حرفيا، وهتكلم عنها برضك في حلقه للاسف عشان برضك ما بقاش يعني مش كويس. مش هتكلم عنها بشكل مفصل اكتر، هقول لك اسمائها وانت تعرفها بقى من نفسك، لان مش عايز ازعل حد، لان اكيد الكليات ده ناس كتير تخشها ومش عايز اعقد حد طبعا. ولكن فكر قبل ما تخش الكليه المعينه ايا كانت الكليه ايه اللي في دماغك، فكر ارسم سيناريو كده قدام عينك كده، وقول الكليه ديت هتقدر تفيدني ازاي، هقدر اشتغل ولا لا، هقدر اجمع فلوس منها ولا لا، هقدر ان انا اكون سوق العمل متطلبها ولا لا، هقدر حتى كمان اذاكر واجتهد فيها ولا لا.
الاسئله دي مهمه جدا جدا لكل طالب، عشان ما تخشش كليه وتبدا متعقد منها طول فتره الدراسه، وتقول يا ريتني كنت دخلت كده، يا ريتني كنت دخلت كده. انت قدامك الوقت الفرصه اللي انت ممكن تقدر تبحث وتشوف الدنيا معاك عامله ازاي. وتابعوني وكلموني على التليجرام، ان شاء الله ارد عليكم باذن الله اي استفسارات، وربنا يوفقكم ان شاء الله يا ابطال، وانتوا قد التحدي وقد المسؤوليه، وربنا يوفقكم باذن الله. السلام عليكم.